تقرير مختصر يا جماعه باللي حصل في سوق الجمعه بالظبط النهارده ان شاء الله. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في اقبال على الطيور، ولكن في حاجات جديده النهارده مختلفه تماما. وايه اللي حصل قدامي وايه اللي انا كنت بشوفه في سوق الجمعه من المربين والهواه، وعايزين نتجنب المشاكل ديت من خلال التقارير. لما نسمع تقارير يا جماعه يا ريت نغير من الاوضاع اللي احنا بنمر بيها او الاوضاع اللي احنا بنعملها، لان طبعا ما بقاش في طيور اصلا في السوق، في اختفاء بشكل كبير في طفره الكوكتيل وزي ما قلنا قبل كده. ولكن قبل ما نخش في موضوع الفيديو احب اذكرك ان انت توحد الله وتصلي على النبي في تعليق. ولو انت اول مره تشوفنا على اليوتيوب ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. اتمنى ان انت ما تنساش تدعمنا باللايك حتى لو استفدت اي معلومه حتى لو بسيطه من الفيديو. ولكن نخش موضوع الفيديو يا جماعه، يعني نخش موضوع الفيديو يا جماعه على طول. طبعا النهارده في سوق الجمعه، طبعا النهارده كان في اقبال شديد وفي اخبار حلوه جدا بالنسبه للتصدير، واخبار حلوه جدا بالنسبه لارتفاع الطيور. ولكن مش هي دي الاسعار اللي احنا عاوزينها برضو. واحد هيجي يقول يا جماعه ده الكوكتيل اللاتيني النهارده كان في السوق ب 750 جنيه، او التجار كانت بتلم ب 700، وفي ناس سلمت على 700 وناس سلمت على 750. افهم، انا بقول لك الاسعار ديت مش مناسبه ليه. افهم ان انا افهم واسمع معايا التقرير ده للنهايه عشان تعرف انا بقول لك الاسعار دي مش مناسبه ليه. دلوقتي الكوكتيل اللاتيني بيتلم على 700 جنيه وعلى 750. واللي متابعنا ومتابع تقاريرنا زي ما قلنا لك، لما كان لسه الكوكتيل اللاتيني ب 600 جنيه و 650 جنيه قلت لكم ان الكوكتيل اللاتيني هيوصل ل 1000 جنيه. وزي ما قلنا في التقرير اللي فات ان احنا قارناه بسعر الدولار، كان بيتلم على 450، كان الدولار ب 15، اصبح الدولار ب 30 جنيه. المفروض الكوكتيل اللاتيني يتسلم على 900 جنيه يا جماعه. يا هوايه مربين ركزوا وافهموا الحته دي. زي ما قلنا عشان برضو ما نحرقش الفيديو، احنا قلنا مقارنه بالدولار لازم تمشي بطولك مع الدولار، زي ما هو بيصدر بالدولار زي ما اللي بيستورد الفلارس بالدولار. كذلك الامر كان ايام ما كان الدولار ب 15 كانت التجار بتبيع الفلارس ب 25، وكانت التجار بتلم الكوكتيل اللاتيني على 450 جنيه. اصبح الدولار بقى ب 30، بقت الفلارس ب 50 وب 55 جنيه وب 60 جنيه. تمام. اصبح برضو ان الكوكتيل اللاتيني بدا بالفعل لما الناس بدات الاسعار الحبوب ترتفع بشكل كبير، وبدا التجار برضو بيبخسوا سعر الطيور بتاعتنا وسعر الكوكتيل اللاتيني. اصبح الهواة والمربين بداوا يصفوا في يعني في الهوايه بشكل كبير. وحتى لحد الان يعني انا في الجروبات وفي في جروبات على الواتس بنتكلم مع بعض عن ارتفاع الحبوب، عن الاسعار اللي عماله تزيد بالنسبه للحبوب. برضو بعد ارتفاع سعر الطيور ده، بعد ارتفاع سعر الكوكتيل لحد 750 جنيه لحد الان، ده رقم قياسي طبعا، ورقم وصل له يمكن من سنين ما وصلش للرقم ده. تمام. اصبح برضو ناس بالفعل لما عرفوا ان البلكه بقى ب 70 جنيه. انا عن نفسي انا شاري البلكه النهارده ب 70 جنيه. تمام، يعني انا شاري البلكه ب 70 جنيه. برضو ناس بتقول لو في برضو مازال في ارتفاع في الاسعار بالنسبه للحبوب بعد ارتفاع الطيور ده. يعني لما بنقعد نتكلم مع بعض في الجروبات والكلام ده كله بيقولوا ان احنا برضه مازال هنصفي وهنقعد من غير طيور. يعني حتى بقول لهم يا جماعه بعد ما الاسعار بدات تظبط شويه وبدات الطيور هتبدا تجيب تكلفتها وهيبقى فيه عائد مادي من الطيور هتصفوا، قالوا شوفوا الحبوب بكام وشوفوا الطيور بتاكل بكام. ده اللي احنا عاوزين نوصله للهواة المربين الفتره اللي احنا ماشيين فيها دي. طبعا ممكن يكون في برضو البلكم قابل للزياده، يعني بلكم ممكن يكون قابل للزياده. النهارده برضو لقيته ب 70 جنيه رسمي. انا قايل لكم الجمعه اللي فاتت والتقرير اللي فات اني ان ان عفوا ان البلكم وصل لحد 70 جنيه. برضه باكد عليك ان ممكن يكون قابل للزياده ويوصل ل 72 و 73، وممكن يكون في ارتفاع في الاسعار الجديده كمان بالنسبه للحبوب. يعني انا متوقع ان في ارتفاع جديد في الاسعار الفتره اللي جايه بتاع بالنسبه للحبوب البلكم كمان اكتر من الفلارس. يعني كان كل الهواة والمربيين لما كانوا بيشتروا فلارس كانوا بيحسوا ان الفلارس ديت حاجه شيء عظيم. اصبح البيلكم دلوقتي معديها بمراحل. يعني التجار لما كان بيبيع الفلارس مثلا ب 25 جنيه والبيلكم ب 15، فرق 10 جنيه شاسع ما بين الاثنين. دلوقتي اصبح ال 10 جنيه ديت بقت في البيلكم ما بقتش في الفلارس. يعني لما كان الفلارس ب 25 لما رفع الهواة المربين بيقولوا ده الفلارس يعني وصلت رقم كبير، احنا بدأنا نصفي بالفعل. دلوقتي الفلارس ب 60 جنيه والبيلكم ب 70 جنيه. برضو ما زالت الحركة التصفية، في ناس بتصفي لان خلاص زهقت من ارتفاع اسعار الحبوب، مش من التربية ولا من الهواية، لا هم زهقوا من الجشع بتاع التجار. الله اعلم بقى من الجشع اللي هم التجار بتزود على اسعار الحبوب، او ان هم مثلا
بيستوردوا مثلا الفلارس، عشان كده رفع سعرها. فعشان بيرفعوا سعر الفلارس بيطلعوا بالبلكم مع الفلارس، مع ان الفلارس مش ما بتزرعش في مصر، بنستوردها. فده اجباري ان لازم سعرها يرفع مقارنه بسعر الدولار. ولكن البلكم ده بيتزرع في مصر، يعني احنا بنستوردوش في حاجه، او منتج او محصول في مصر. يعني مده الحصد بتاعه بتقعد تقريبا من 3 او 4 شهور بالكتير قوي كحد اقصى. يبقى احنا ليه نرفع سعرها، او نرفع سعرها بالرقم القياسي ده؟ تمام. اصبح النهارده في السوق ان الكوكتيل اللاتيني يا جماعه اصبح بقى يتسلم على 700 جنيه و750 جنيه. والكوكتيل الحبشي اللي ما كانش عليه لم ولا كان حد بيلمه بقى يتسلم في النهارده في سوق الجمعه ب 350 جنيه و400 جنيه. طبعا ده مقارنه بالفتره اللي فاتت، دي فتره جميله جدا واسعار حلوه جدا بالنسبه للفتره اللي فاتت. فاحب اعرفك ان الفتره انا كنت بقول لكم ان الاسعار كده برضو مش كويسه، بس احنا كده ابتداء ما بدأنا نخش على ال 800 وبدأنا نخش على ال 900، هيكون مقارنة بالفترة اللي فاتت. يعني لو انت مربي كوكتيل او مربي مجموعة من طائر الكوكتيل كربح، هيبدأ يكون في عائد مادي حتى بعد ارتفاع الحبوب. يعني حتى لو البلكة النهاردة ب 70 جنيه، هيكون في عائد مادي، لان النهاردة الشبابات بالنسبة للكوكتيل اللاتيني كانت بتتلم في السوق على 550 جنيه وعلى 600 جنيه كمان. عشان تبقى عارف الشبابات اللي هي الناشفة عمر 4 شهور او 5 شهور، حاجات كويسه كانت بتلم على 500 و550. وفي ارتفاع كمان في الاسعار، يعني الزغاليل بتاعتها مش اقل من 400 جنيه. هيبدا يكون في ربح، هيبدا يكون في عائد مادي. فاحنا نتمسك بالطور، وزي ما بنقول في كل الفيديوهات يا جماعه، يا ريت ان احنا نتابع حاله السوق من التقارير. يعني ما نقولش او ما ننزلش السوق الا لما نعرف حاله التقارير ايه، ونعرف السوق ماشي ازاي، وايه العصافير او ايه الطيور اللي مطلوبه في التصدير. وكمان احب اكد عليك في معلومه جميله واخبار حلوه جدا من خلال التقرير ده، ان في دولة او في دول تانية هتفضل شغالة مع مصر. او زي ما قلت في تقرير قبل كده، ان ممكن اكتر من دولة هتفضل مستمرين في التصدير، وهيفضلوا عاوزين او محتاجين طيور بالنسبة ليهم، او بالنسبه للتصدير هيفضلوا محتاجين طيور. لان ارتفاع الدولار ده بيرفع اسعار كل حاجه على جميع العالم، يعني مش على مصر بس. يعني الدولار ما بيرتفعش علينا في مصر بس، ولكن كمان بيرتفع سواء العراق، السعوديه، ليبيا، اي دوله بتستورد طيور من سواء من مصر او بتستورد من العراق. يعني العراق مش بتستورد من مصر بس، العراق في حاجات في التصدير وحاجات تانية كتير. مش موضوع ان احنا بنصدر للعراق بس، لا، العراق بتستورد من مصر، وفي كذا دولة العراق بتصدر لها. يعني العراق بتستورد وتصدر، يعني العراق بتصدر لدول احنا ما ينفعش ان احنا نصدر لها. العراق متاح ان هي تصدر مثلا لألمانيا، لفرنسا، لأي دولة يعني كمثال يعني. تمام. احنا ممكن نصدر لليبيا، نصدر للعراق، نصدر لكذا دولة. اما في دول ما ينفعش ان احنا نصدر لها، فالعراق بتستورد مننا والعراق هي اللي بتصدر. فبالتالي حركة التصدير دي هتفضل شغالة، وهتفضل الفترة اللي جاية كمان في الصيف بالاخص هتفضل شغالة. لان اصبح في اختفاء في العصافير بشكل كبير. يعني واحد يقول لي في الصيف ما بيكونش فيه لم على الطيور، وعشان خاطر الجو بيكون حر والطيور بتموت، فالتجار ما بتلمش، وبيكون حركة اللم في الصيف بتكون قليلة. الكلام ده لو في انتاج، لان بيكون برضه في لم في الصيف وبيكون في تصدير. تمام. بس ما بيكونش التصدير يعني بيكون بنفس الكم او بنفس الكثافة بتاعة الشتاء. فاصبح دلوقتي التصدير هيكون شغال صيف شتاء. وده الفترة اللي انا عاوزين نعرفها لكم، ان الفترة اللي جاية هيكون في لم كبير وبشكل اكبر على الكوكتيل. يعني النهارده في السوق كان في لم على جميع انواع الطيور، ويليه الروز بعد كده. يعني اختفاء في الكوكتيل يليه الروز، بعد كده هيجي بقى على الاسترالي اللي احنا ما كناش يعني لو ذكرين مع بعض بينتجوا. يعني اي حد لسه مبتدئ في الهوايه بيجيب استرالي بيشتغل عنده طبعا، لدرجه ان يعني ما شاء الله اي هوا او اي مربي لسه مبتدئ بيبدا ان هو يتعلم بينتج عنده ما شاء الله ويكون كويس جدا. فده اللي عامل يعني في السوق ان مخلي الاسترالي كتير شويه. بس الفتره اللي جايه هيكون عليه لما هيكون اكتر، برضو ما زالت حركه التصفيه شغاله. فده اللي هيخلي الفتره اللي جايه هتكون اسعار الطيور بتاعتنا غاليه جدا وفيها ربح عائد جامد. يعني فيها ربح عائد مادي هيكون كويس جدا بالنسبه للمربين. يا ريت من خلال التقارير ديت قبل ما تنزل السوق تعرف ايه اللي بيتلم، ايه الاسعار اللي ماشيه، ايه اللي مطلوب، ازاي اتمسك بالطور. ما انزلش الجمعه دي طب انا انزل بكميه قليله.
طبعا الطيور كلها النهارده في سوق الجمعه كان عليها لم بشكل كبير وعليها اقبال شديد، والتجار كمان كانت بتتنافس وتتصارع في ارتفاع الاسعار على بعضها. يعني التاجر انا بقول الجوز ده عامل 1000، لا انا بقول الجوز ده عامل 200، بتلاقي واحد يجي يرفع السعر على التاجر صاحبه اللي هو بيلم عشان خاطر هو ياخده بسعر اعلى. ما هو طبعا زي ما قلنا ان التاجر لو ب 900 جنيه واكدنا في التقارير هيفضل يلم برضه وهيصدر. الدولار كان ب 15 بقى ب 30، كان ايامها او كان في الفتره بتاع الدولار ب 15 كان الجوز، وبنأكد تاني في اول الفيديو في اخر الفيديو ان كان الجوز ب 450 لازم يكون ب 900، فهو بالنسبه له كده كده في ربح عائد مادي. ورب تكون الرساله وصلت.